اشوف فيكي يوم عاللي انت عملته فيا، ويوماتي ببعت السلامات وادعيلك تكسر المسافات وحيد. احنا ما كناش متعودين انه يبقى في شاب مغربي يعمل ألبومات وينجح ويبقى موجود على الشانل تي فيز ويروح يعمل حفلات بره وينجح في القاهرة وينجح في السعودية وينجح في، فدي كانت بالنسبة لي حلم. أنا مغربي، تربية مغربية، بس دراسة في حتة المزيكا هتلاقيها مصرية 100%. طلعت بطبيعتي، حاولت ان انا افضل زي ما انا وما اغيرش. حتى اسمي كان صعب، يعني كان المفروض ان انا اغيره، فقلت لا خليني زي ما انا، بس المزيكا غير. هو معنا 10 ديال المشاركين اللي غادي، يعني هتلاقيني بحاول اروح في كذا حته، من الهندي للكوري لللاتن، الشرقي بتاعنا بعشقه. الجنان حلو، يعني انا بحب الراب سين وانا بغني الشرقي، بس انا بحب الراب سين. يعني ويجز، مروان موسى، مروان بابلو، كل الناس دي انا بعشقهم. اتمنى انه يبقى في بيني وبينهم حاجه. عنده حبيبي حسبنا وشكون قدو احنا من غيره ما بغينا. اللاتن مع مارك أنتوني كانت حلوه جدا. حاولت ان انا برضو انوع شويه من المزيكا، اخليها شويه مور ان، يعني اللي هي حبك احلى ما في الدنيا. انا عاملها من 6 سنين، دلوقتي نجحت. मैं तेरा हाय रे जबरा होय रे जबरा फैन हो गया। मैं तेरा हाय रे जबरा होय रे जबरा फैन। طلبت من الشركه المنتجه، قلت لهم انا عاوز اغني هندي، وكانت على فكره بالنسبه لهم كانت غريبه، يعني اللي هو عاوز تغني هندي، يعني حته كل ما هو فيه استعراض وغنى ورقص وتصوير وحب ومشاعر ومش عارف ايه، الحاجات دي انا بحبها جدا. بعديها بشهر قلت لهم طيب احنا خلصنا من الهندي، في فرقه اسمها BTS، let's do with them. قال لك لا خلاص احنا نجحنا في الهندي، خلينا في حته الهندي. بعديها ب3 اشهر BTS went global. شكرا خليتي قلبي يحب تاني ترارا، شكرا حبك شفى جرح الماضي ترارا.